احنا عندنا النهارده الاداري بيتباع في التجمع الخامس في المباني الخمس ادوار، بنتكلم من اول 85,000 وصل لحد 120,000. صح. اللي بيشوفني دلوقتي لما تكون دي الاسعار في مباني 5 ادوار في التجمع الخامس، طب الابراج السياحيه دي الاسعار فيها هتكون عامله ازاي لما تكون قائمه وموجوده زي منطقه العلمين بالظبط؟ اكيد ضعف مره واثنين وثلاثه كمان. بس عاوز اقول ملحوظه كمان وهي مهمة. كمان اسمها العاصمه الاداريه بالظبط يعني كده. الشركات كلها الدولة عايزة تجيب كل الشركات الشركات سواء مصرية اللي احنا أو بنشوفها في أجنبية مصر. موجودة هنا. وأنا لما حبيت إن أنا أستثمر بفلوسي، والله ما بقول الكلام ده والله كتسويق، والله إحنا بنقول والله، وأنا بحب أتكلم مع العميل كده يعني. أنا لما حبيت إن أنا أستثمر، أنا اشتريت في العاصمة واشتريت في الأبراج. دايما ما بحبش أبص تحت رجلي. صح. والاشتراطات مختلفه، خد بالك انت في التجمع التسليم انت هنا بتسلم متشطب. واتجاه الدولة بالظبط. ووسائل المواصلات بتسلم متشطب. هنا عندك الجراشات تستوعب كل. بص عندك هنا الكود الهندسي. مفيش جراشات والرولز. هناك في المباني هو الاداريه ده. اللي موجوده في التجمع الخامس، مفيش هي جراشات. دي المسج اللي انا عاوز اقولها. العربيات الكود بتركن في الهندسي الشارع، اتغير. العربيات موجوده في الشارع. يعني انا نفسي في المبنى عندي والله أنت بقعد عارف ادور ليه؟ على ركنه للعربيه انت عندي. عارف ليه؟ عشان كان في التجمع الخامس زمان كانوا بيبيعوا مش متشطب، ما كانش عندهم حته الجراشات دي. كان ممكن حضرتك تشتري الوحده بتاعتك بالجراج. تمام. مش صح ان انا اشتري الجراج ده حضرتك مستاجر مني فبتنتفع بيه. انا اقدر اعمل لك سعر مميز جدا للمكاتب الاداريه اللي موجوده عندي في البرج، في حته ان الموظفين يركنوا عربياتهم في الجراج. طبعا. ولكن ان انا ابيع جراشات والجراشات تبقى مقفوله والناس تركن عربياتها بره، دي مش موجوده مفيش في الكلام العاصمه ده في الاداريه. العاصمه خالص. يعني دي مش موجوده في العاصمه الاداريه. عشان كده بس في ناس في ناس بتقول لي وانا هشتري في العاصمه بسعر متر. النهارده احنا في شركات بتبيع النهارده ب 120,000 على شريط الابراج في منطقه الداون تاون. فلما يكون انت عندك سعر 55,000 يعني يقدر العميل يكسب مرة واثنين وثلاثة، لأن اللي بيكسب دايما هو اللي بيشتري في البداية في أول مرحلة. أول مرحلة ده أكتر عميل بيكسب في مرحلة الريسيل. أنت عند الاستلام السعر بيزيد معاك، غير إن كل سنة بيزيد 15%. عندك عند الاستلام طفرة مرة واحدة 25% عند الاستلام تحديدا. النقطة الثانية المهمة، هو في التجمع الخامس كان سعر المتر كام لما اشترينا بيه؟ كان ب 25,000. النهاردة كام؟ صح. تمام. ومع ان احنا بنتكلم على، انا بشوف العاصمه مدينه جيل رابع، مدينه مختلفه. صح. تماما. يعني هي عاصمه اداريه، بنيه تحتيه مختلفه، التكنولوجي فيها مختلفه. شركات الانترناشونال تارجتها العاصمه الاداريه عشان المواني اللي قريبه منها. تشغيليا كمان انا ببص للموضوع تشغيلي. يعني انا ببص للموضوع ان انا يبقى عندي شركه شحن وعندها المينا السخنه بعدينا ب 60 دقيقه وسط البلد 60 دقيقه. ال LRT المونوريل القطار السريع بالزبط. اللي جايب من الساحل للسخنه بيعدي هنا. العاصمه الاداريه منطقه حره. يعني العاصمه الاداريه وهيبقى فيها جزء كبير من الاعفاءات الخاص بالضرائب. دي حقيقة. يعني الدوله بتسعى ان تخلي العاصمه منطقه جذب للمستثمرين. عشان كده انا بقول لحضراتكم اشتري في العاصمه الاداريه وانت مطمن، ما تبقاش قلقان، ما تسمعش كلام اللي يقول لك لا ده صحراء ومش صحراء. لا، احنا نزلناها في 2018 والله ما كان فيه الكلام ده خالص يا استاذ. احنا اشترينا في مدينه نصر، انا من سكان مدينه نصر. في مدينه نصر في الثمانينات، النهارده سعر في مدينه نصر كان كام؟ اشترينا في التسعينات في التجمع الخامس، النهارده كام ضعف؟ ده انا بكلم حتى. لا انا ما عنديش انشاءات حصلت في مدينه نصر او التجمع الخامس في 3 سنين زي كده. مفيش. لان هنا بدا العكس. احنا ما عنديش مستثمرين اجانب جايين بيشتروا بيضخوا فلوس في يونتس وفي محلات. وعلى فكره اول مرحله اللي احنا فيها في العاصمه الاداريه اميز مرحله، لان العاصمه الاداريه هتبدا تشغل الاول، بعد كده تيجي المناطق السكنيه. فاللي هيفوتوا النهارده فرص التجاري والاداري في اول مرحله هي مش موجوده في المراحل اللي جايه. المراحل اللي جايه كلها سكني. فانا هيبقى عندك العاصمه الاداريه شغاله وحضرتك بتشتري شقه في منطقه عمرانه.